العشاء الفاخر في روما القديمة كان بيتقدم فيه لسان طائر اسمه الفلامينجو. طيور الفلامينجو مش مقيمة في مصر، بس بيعدوا علينا في بحيرة قارون ووادي الريان في موسم الشتاء. بس زمان الرومانيين ما كانوش فاهمين ان ده غلط، لان لو طبقنا ده على زماننا هيبقى الفلامينجو قرب على الانقراض، زي ما في امريكا اللاتينية حسب بيرد لايف انترناشونال اخذ تصنيف vulnerable status او near threatened وهدد بالانقراض. في 2023 قرر كافيه في مصر انه برضه يستخدم الطير لاغراض الوجاهه، بس مش للاكل، للعرض عشان يجذب الزباين، واللي هو ممارسه تعذيب للفلامينجو لانه هو المفروض يعيش في ملاحات او بحيرات. فانت لو صاحب الكافيه ده او منشاه سياحيه او مطعم يبقى لازم تكون مذاكر قانون البيئه كويس وفاهم ارتباطه بمجال شغلك. ممكن تكون معتقد ان مفيش علاقه مباشره ما بين البيزنس والبيئه، بس لا، في علاقه قويه وكبيره كمان. زمن الرومان غير الزمن ده، احنا في زمن البيزنس فيه بيتقاس نزاهته بمدى التزامك مع البيئة والمجتمع والقانون. موضوع الحفاظ على البيئة مش انك تدير نفايات او تحافظ على نظافة محيطك، لا، القوانين والمعايير الدولية بتقولك تخلي بالك من الإخلال بالمنظومة البيئية أو الإيكو سيستم، بحيث إنك ما تتسببش في تأثير بيئي سلبي. بالنسبة لكافيه اسكندرية اللي عرض الفلامينجو، فقانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 94، واللي بيحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة. عقوبة مخالفة القانون ده هي الحبس والغرامة، ولا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة لمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية المضبوطة ووسائل النقل اللي استخدمت في ارتكاب الجريمة. يبقى كده اللي عمله الكافيه ده خطأ أو تجاهل للقانون يستلزم العقوبة بالقانون. المشكلة إن بعض أصحاب المنشآت، عشان ما نكونش بنعمم يعني، ما بيكونش عندهم دراية بالقوانين دي من الأساس، والجهل بيها بيودي في بعض الأحيان لكوارث حقيقية. هنا يستلزم التأكيد على أهمية نشر الوعي بأهمية العلاقة بين البيزنس والبيئة المحيطة، زي ما قلنا، لتفادي أي خسائر. نص قانون البيئة كامل على صفحة وجه اللي يحب يقراه. أهلا وسهلا بأي أسئلة أو استفسارات تحبوا تسألوها. لو حصل لك موقف مشابه وتحب تشاركه معنا ابعت لنا.